فينا نأجل السجاير والشاي شوية ولا تحبوا ناخد 5 دقايق نشرب شاي وسجاير؟ نسمع ندخل في الموضوع. ترحيب بحضراتكم موصول، وترحيب أيضا بالمخرج العزيز يوسف العبد الله، وبقدم له تحية خاصة لأول مرة بعد مشاهدة الفيلم أكثر من مرة، وبعتبره إنه مخرج موهوب من هذا الفيلم الأول، وبتنبأ له إن شاء الله إنه ينضم إلى قافلة المخرجين المميزين اللي عندهم فرادة في اللغة السينمائية من خلال السنوات القادمة إن شاء الله. ورغم أنه نقديا لا يجب التسرع في إصدار الأحكام من التجربة الأولى، بس على الأقل يعني بنقول دايما العنوان بيبان، الجواب بيبان من عنوانه. فعنوان الفيلم النهارده زي ما قلنا بيقول كتير، ونتمنى ان التجربه تستمر ان شاء الله في اعمال اكثر تميزا خلال السنوات القادمه. شكرا لكم. احنا نحييك على الشهاده دي. لا حبيبي. الكلام النهارده هيكون مقسوم الى قسمين. البدايه هتكون اضاءه على موضوع السينما في الكويت واستقلاليتها، وده من خلال المحاضرة المتواصلة أو الندوة المتواصلة عن السينما المستقلة. وإن شاء الله الجزء الثاني هيكون متاح لحضراتكم من خلال بعد شهر اتكلمنا فيه عن السينما المستقلة، إذا كان أي حد عنده استفسار على أساس ندي الندوة معناها، لأن تعدد الآراء في هذا الموضوع قبل ما نقفله عشان ندخل لشهر جديد خاص بفريدريكو فيليني المخرج الإيطالي المعروف. فبالتالي الجزء الثاني هيكون انتوا رواده، وانتوا السائلين، وانتوا المستفسرين، وانتوا المتحدثين ايضا. بسرعه، انا والصديق حبيب حسين ومخرج كويتي تسجيلي، ولينا عشرة عمر اكثر من 20 سنه صداقه، وأعرفه كواحد من أهم المخرجين التسجيليين اللي موجودين في الخليج، وواحد كمان من أهم المصورين، لأنه بيتمتع بعين مصورة قادرة إنها تستحضر ما وراء الصور، وده المهم بالنسبة لأي مصور وأي مخرج. دائما بينا قضية خلاف، ودايما قضيه الخلاف دي بتتركز انه بيعتبر ان السينما في الكويت سينما ميته، ولا يجب الحديث عنها باعتبار انها سينما ماتت وشبعت موت. لكن انا وجهه نظري انها اصلا لم تعش بعد حتى تموت. ده قضيه الخلاف. فبالتالي انا حابب بس ان انا اقول اضاءه سريعه عن موضوع السينما في الكويت، ومنها بنفتح باب الأسئلة والتعقيبات في هذا الموضوع، في هذه القضية بالتحديد، موضوع السينما في الكويت، هل هي ميتة أم لم تعش، وما هي ملامح هذه السينما بالتحديد. إضاءة أولى، كان أول تصوير سينمائي في الكويت العام 1938-1939 على يد سائح أسترالي وبحار اسمه ألان فيليرز. ألان فيليرز ده كان بيعمل جولة في بعض الدول الخليجية بداية من عدن، وكان بيسجل انطباعاته عن البحارة الخليجيين بشكل عام. في عدن التقى بأحد البحارة الكويتيين اسمه علي بن ناصر النجدي، وكان بيتاجر في رحلة لعدن من الكويت لعدن، والاثنين رجعوا مرورا بسواحل افريقيا الشرقيه الى مغاصات اللي موجوده في الكويت. وفي الطريق صوروا فيلم شهير دايما بنطلق عليه اسمه ابناء السندباد. ولما وصل الكويت قام بتصوير بعض الاحياء والشوارع وبعض ملامح الكويت قديما في بدايه من 1938-39. والفيلم ده موجود منه نسخ في أكثر من مكان.
في الغريب جدا ان موجود منه نسخه ابيض واسود في تلفزيون الكويت، وفي نسخه ثانيه عند احد اللي اشتغلوا فتره كبيره في تلفزيون الكويت نسخه ملونه. في غموض بيحيط بزمن توقيت الفيلم، بتوقيته بيبدا من كام؟ هل هو ساعه ام ساعه ونص ام ربع ساعه؟ لان دايما تلفزيون الكويت بيعرض منه بعض المشاهد المتفرقه. ده كان اول تصوير سينمائي تم في الكويت تاريخيا. لكن يذكر ان اول انتاج سينمائي كويتي حقيقي كان فيلم تسجيلي العام 1946، وده كان من انتاج شركه نفط الكويت، وفي تسجيل لتحميل اول شاحنه نفط طلعت من الكويت في عهد المرحوم الشيخ جابر الأحمد. والشيخ جابر الأحمد طبعا بنعرف أنه تولى الحكم من سنة 1920 ل 1950. ده بيؤرخ ليه ببداية الأفلام التسجيلية الكويتية المنتجة الكويتيا، باعتبار احنا دايما بننمي بنسند الفيلم، بنقول انه فيلم كويتي او غير كويتي، انه فيلم مصري او فيلم امريكي لجهه الانتاج. لما يكون في جهه انتاج محليه قوميه هي اللي قامت بالانتاج، يبقى رغم انه ممكن يكون الكرو اللي قام بتصوير الفيلم كله كان كرو انجليزي في معظمه، الا انه بيعتبر اول فيلم تسجيلي كويتي 1946. اول فيلم روائي كما نعلم اللي هو بس يا بحر، وده كان 1970. العرض تم تقريبا 1971، ويذكر ان هو اول فيلم روائي في الكويت، وايضا اول فيلم روائي في منطقه الخليج ككل. جيل خالد الصديق مع محمد السنوسي مع بدر المضف مع عبد الوهاب السلطان، مع تنوع انتاجاتهم ما بين افلام روائيه طويله او افلام تسجيليه، بعتبر ده الجيل الاول في السينما الكويتيه او ما يعرف بالسينما الكويتيه. في جيل تاني وانا ما بكبروش طبعا بينتمي ليه عامر الزهير، عبد الرحمن مسلم، وحبيب حسين، ومعاهم ايضا عبد الله المحلان ونادر السلطان. والمجموعه دي قدرت انها تقدم مجموعه مهمه من الافلام التسجيليه، اسست لوجود فيلم تسجيلي في الواقع السينمائي في الكويت. في جيل بعد كده اللي بينتمي ليه وليد العوضي ومجموعه اخرى من المخرجين، ويوسف طبعا بينتمي للجيل الرابع. اذا كان تاريخيا ونقديا هنتكلم ان في اجيال موجوده انتجت افلام كويتيه. انا من وجهه نظري ان بالتاكيد تاخر الانتاج السينمائي في الكويت زي ما تاخر في معظم دول الخليج، وده الاسباب. لأن الاستقلال دول الخليج هو استقلال حديث بدأ في فترة الستينيات، إن معظم الحكومات اللي موجودة في الخليج انشغلت في بداية التأسيس بإنشاء مشروعات بنية تحتية، إنها كانت مهتمة أكثر إنها تعمل مستوصفات، تعمل طرق، تعمل مستشفيات، ما اهتمتش قوي بموضوع السينما. ده أولاً. فبالتالي موضوع السينما كفن كعنصر مهم في ثقافة الأمة ما خدش نفس الاهتمام بالنسبة لمناحي الحياة الأخرى. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، عدد سكان الخليج إذا حسبناه إجمالي يعني من حوالي 10 سنين ما كانش يجي زي عدد سكان القاهرة في فترة الظهيرة. فكان في عدد سكان قليل، بالتالي عشان يستوعب أسواق بتنتج سلعة السينما عشان توزع وتكسب، فما كانش في منتج متحمس ان هو يدخل في عمليه انتاج سينمائي متواصل. ده نمره اثنين. نمره ثلاثه، ممكن نتكلم عن موضوع الرقابه وعن الشخصيه الخليجيه وقبولها لما يسمح، ما هو المسموح وما هو غير المسموح. اللي ساعد كتير في وجود سينما مصريه، في وجود سينما سوريه او اي سينما عربيه اخرى، هو ان الشخصيه اللي موجوده سمحت بانه ممكن يشوفوا نفسهم بصور مختلفه، ممكن ما تكونش هي في المنظومه الاجتماعيه اللي موجوده في هذه الدول. بمعنى ان في افلام مصريه بنشوف فيها رقصات، بنشوف فيها
غاليات، بنشوف فيها وزراء مرتشين، بنشوف فيها رؤساء وزراء مرتشين. حتى هذه اللحظة إلى حد ما، رغم أن تم تجاوز ده في المسرح بشكل أو بآخر، في الرواية أو بشكل آخر، لكن لم يتم السماح به كرقابة بأن هذه الشخصيات ممكن تظهر في أفلام خليجية بالشكل اللي احنا ممكن نشوفه في السينمات. كل دي الأسباب أدت أن مفيش حركة متواصلة للإنتاج السينمائي سواء في الكويت أو في دول الخليج. في كلها محاولات فردية. إن التجربة الكويتية والتجربة الخليجية هي أغلبها سينما مستقلة من وجهة نظري، لأنها بعيد عن المؤسسة، بعيد عن الحكومات إلى حد ما، خصوصا في الكويت، لأن لغاية دلوقتي مفيش قرار سياسي من وجهة نظري بالاهتمام بالسينما، باعتبارها ان يجب ان يكون لها دعم سنوي بكل معظم المخرجين اللي انتم بتشوفوهم وكل التجارب دي. اللي بيخلي والدته تعمل له قرض في البنك عشان يصرف على الفيلم، واللي بيروح يستلف من اصدقائه، واللي بيدور على تمويل، رغم الحاله الثريه والغنيه اللي موجوده على مستوى الدوله اللي احنا ممكن نشوفها في مظاهر ثانيه، لكن فيما يخص الفن والافلام القصيره والانتاج القصير دايما بنتعثر في مثل هذه المشاكل، اولها مشكله التمويل. بالتاكيد اذا قلنا الاستقلال ان السينما موجوده ولا مش موجوده، هو ما فيش سينما. هو بالتاكيد يعني حتى ما بنقدرش نقول ان في فيلم كويتي او فيلم خليجي او حتى فيلم عربي. يعني احنا اللي موجود عندنا في كل المنطقه العربيه ما فيش حاجه اسمها فيلم عربي، هو في صناعه فيلم عربي بالمفهوم العلمي، هو اللي موجود هو صناعة فيلم، وليس فيلم يحمل ملامح الجغرافيا والتاريخ والثقافة والعمق الثقافي وملامح العقل العربي والوحدة وكل الكلام اللي احنا بنسمعه ده كله كلام مقالات وجرايد وتأريخ، من وجهة نظري تأريخ فيه مبالغات كتيرة جدا يجب إعادة الحسابات فيه. فبالتالي احنا بنقول في واقع سينمائي، يعني هو الخلاف ما بيني الابدي اللي موجود ما بيني وما بين حبيب حسين، انه هو رغم كل وجود هذا الواقع تاريخيا، ان في محاولات تسجيليه، في محاولات روائيه، في شباب بيقدموا افلام على المستوى التسجيلي، في محاولات من 10 سنين لاعاده تقديم افلام روائيه، ففي واقع في نادي الكويت للسينما، لكن هذا الواقع لا يأخذ الاهتمام الكافي زي ما قلت نتيجة أسباب معينة، رغم أن في اهتمام بالمسرح. في 3 مهرجانات مسرحية على مستوى الدولة وعلى المستوى الخاص، في 4 فرق مسرحية بتنتج سنويا، في دعم للتلفزيون، لكن بنيجي ندور على السينما بنلاقي نادي الكويت للسينما بياخد ميزانيه ضئيله جدا لا تكفي لاعلانين سينمائيين لاي فيلم محترم، ورغم كده بيمارس نشاطه طول السنه. وعدا ذلك هي كلها محاولات، مجموعات بتكون نفسها وبتنتج افلام الى حين ان يتغير هذا الواقع. يبقى اذا انا بختلف مع حبيب على اساس ان في سينما، في واقع سينمائي، في واقع سينمائي بيأمل انه يكون افضل، لكن ما بنقدرش نقول انه ميت، لان زي ما انا قلت ما خدش الفرصه اوريدي انه يتواجد بالشكل المفروض يتواجد عليه. ده فيما يخص السينما في الكويت. اضاءات سريعه حوالينها. هرجع لموضوع السينما المستقله بشكل عام عشان نقفل هذا الشهر بسلام وننتقل الى شهر اخر. ان هنصل في النتيجه من وجهه نظري ان مصطلحيا لا يوجد ما يسمى بالسينما المستقله. ممكن نسميها احيانا السينما المستقله، لكن ممكن احيانا اخرى نسميها السينما البديله، نسميها السينما المختلفه، نسميها السينما التي تغرد خارج السرب، نسميها سينما حره، نسميها ايا كانت التسميات. كل هذه التسميات بتندرج تحت هذا المصطلح اللي ملامحه اهم ملامح ليه واتكلمنا فيها خلال الاسابيع التي مضت. ان اهم هذه الملامح انها سينما بتغرد خارج السرب من حيث الموضوع، ان موضوعاتها مختلفه، ان احيانا ممكن تصور بالديجيتال نتيجه ان مفيش تكلفه
او مفيش انتاج بيساعدها انها تكون انتاج ضخم او حتى نصف ضخم او ربع ضخم، فبالتالي تلجا للاساليب الفقيره في الانتاج انها تصور بالديجيتال، على الرغم ان ده مش مقياس، لان في تجارب ديجيتال كلفت كتير جدا، وده نموذج منهم فيلم الممر اللي احنا شفناه النهارده، رغم انه فيلم قصير بتاع عبد الله التركماني الا انه كلف فوق 6000 دينار، وده مبلغ ضخم جدا، رغم انه مقابل ليه في فيلم اخر كويتي اسمه سنوات الضياع لمخرج اصغر مخرج كويتي اسمه عبد الرحمن الخلف، تقريبا اتكلف حوالي 60 دينار. فمش مقياس كمان لما نيجي نقول ان طالما ان الفيلم ده متصور ديجيتال يبقى سينما مستقله، مش بالضروره. زي داوود عبد السيد لما عمل رسائل البحر، هو تعمل الفيلم بالطرق العاديه بكاميرات السينما، صوروا سينما، لكن انا من وجهه نظري هو فيلم مستقل بامتياز وفيلم مختلف بامتياز. فبالتالي الملامح الاساسيه للسينما المستقله عموما ان زي ما قلنا انها بتقدم موضوع متفرد، موضوع غير مكرر، بتحاول انها تدور على ما هو مسكوت عنه. في نفس الوقت التقنيه ليست مشكله لسبب بسيط جدا، لان خلال 10 سنين ممكن نفاجئ، وده اللي هيحصل بالتاكيد، ان كل السينما بتتصور بديجيتال نتيجه التطور المتسارع بالنسبه لكاميرات السينما. حتى يترك المجال لحضراتكم اذا كان في اي استفسارات او اسئله اقدر ارد عليها فيما يخص موضوع السينما المستقله او الافلام اللي اتعرضت النهارده. سنكتفي بهذا القدر، والباب مفتوح لحضراتكم اذا كان في اي تعقيب او اي سؤال، واللي هتدير طبعا الاخت حنان تتفضل. برضه اتفضل خالد. التعليق من